بعد ما سلقنا الدجاج وقلينا البطاطا وأيضا اللوز والكشمش، واختياري إذا حطيته مع البيض، هذا اختياري. احنا بالنسبة لنا نحط بيض، اللي يحب يخلي واللي يحب انه يستغني عن هذا النوع. هاي الطبخة تعتمد على انتو شنو تحطون فيها. احيانا اذا كان عندي بازاليا اخلي بيها، واذا عندي جزر اخلي بيها، بس اذا ما اكو اكتفي بالموجودات. طبخنا تمام وبس يتهدى ويستوي راح نضيف له هذه المكونات حتى تكمل معانا طبخة البرياني. طبعا افلس اللحم حتى يضيع بالتمن، يخلط مع التمن يكون اسهل، واكو من يحطها قطع، هذا اختياري. وراجع لي ست البيت اللي تسوي البرياني على طريقتها. وبعد ما طبخ التمن كل المكونات اللي قضيناها راح نخلطها مع التمن حتى يطلع عندنا أجمل برياني. طبعا نقدر انه نضيف لون طعام الى التمن في حال طبقنا، بهاي الحالة راح يكون اختياري. طبعا انا اقول ليش اختياري، لانه هذا يعتمد على ست البيت وكيف انها تدبر امورها وتسوي الاكل على حسب ذوقها. جربوها لا تفوتكم، جدا رائعة، صحة وعوافي.